سيداتي نتحداك مضالي تجربي جينواز وما تجيكش ناجحه، ما انا ارواحي راني جبت لك هذا الجينواز ناجحه مليار بالمية. تنجمي ديري بها مشروع، تنجمي تخدميها في دارك وتبيعيها، وكيما تنجمي تصنعيها وتفرحي العائله تاعك. راني نعطيلك جميع اسرار نجاحها، وخاصه تجيك بنينه وناجحه مليار. شوفوا كيفاش تجي شابه. نتوما ما عليكم غير تفكروني بالتشجيع نتاعكم، باللايك نتاعكم، ونقول لكم ارواحوا انضموا الى قناتي اللي هي قناتكم اكيد ذوق وبنا كويد ديليس. ما علينا غير نقولوا بسم الله على بركه الله. ركزوا معايا. بالنسبه للمقادير راهم مقادير سهلين، وراني رايحه نخدم معكم بالكاس باه نسهلها عليكم. خياتي ركزوا معايا. هنايا نحتاجوا كاس تاع 240 تاع الفرينه اللي راهي حابه نعطي لها بالمغرف تقول لي في التعاليق، يعني ما حبيتش نديرها باش ما نطولش الفيديو. وهنايا بالنسبه للسكر تنجمي ديري كاس معمر ولا كاس ناقص بشويه. وهنايا نحتاجو لافاني ورشه تاع الملح وربعه تاع البيض كاملين، لازم يكونوا على حرارة المطبخ. هنايا نجو نديروا البيض هذا. يعني هنايا فيما يخص البيض، يعني نعطيكم نصيحة بزاف فيكم تحطوا مثال تحطوا هذا البيض وتحطوا السكر وتروحوا تقدوا صوالح واحد اخرين باش تعاودوا تجو تخبطوه. هذاك الشيء راه يخسر لكم لا جينواز تاعكم. يعني نتوما لازم عليكم مجرد انكم تحطوا السكر لازم تخبطوه مباشرة وتحطوا عليه رشة تاع الملح، يعني صغيره هكا قبل ما تحطوا السكر هذاك. يعني تحطوا البيض نتاعكم، تحطوا رشه تاع الملح وتحطوا السكر تدريجيا حوالي 4 خطرات، يعني 4 دفوعات تاع السكر. ما ديروش السكر على ضربه واحده، وما ديروش السكر تاعكم وتروحوا تدوروا في الكوزينه ومن بعد تجوا تخبطوه. تدريجيا ديروا شويه تاع السكر راكم تخبطوا. غير تشوفوا هكا بدا يدير لكم، زيدوا الدفعة الثانية، الدفعة الثالثة والدفعة الرابعة، اللي يعني تخلي السكر تاعكم يندمج بيا مع البيض نتاعكم، وريحة تطلع لكم لاموس طالعة. شوفوا ما تخافوش يعني تقولوا انه مجرد ان نديروهم مع بعض كيما هكا رايح يخسر معكم. ونصيحة اللي نعطيها لكم، ردوا بالكم من المحسن. راه المحسن مادة مسرطنة مليار بالمية. وإلا راكم حابين نديروا المحسن تاع الكيكة في الدار قولوا لي، انا يعني نوجدها غير في الدار. انا بعد ما تشوفوها طلعت لكم جيدا في هذه المرحله سيو رفدوا هكا، ديروا رقم 8 الى شد لكم لاطراس تاع رقم 8 معناتها راه خدم لكم. كل ما تطلع لكم جيدا لاموس تاعكم كل ما النجاح نتاع لا جينواز رايح يجيكم مليار. يعني نتوما ما تتقلقوش، خلطوه جيدا حتى ولو كان يكون بالباطور. حركوه. انا شد لي هكاك حوالي 15 دقيقه وانا نحرك فيه. من بعد كي نشوفوا خلاص طلعنا هكا نجو تاني نخدموا هذاك الكاس تاع الفرينه ثاني تدريجيا. شوفوا هذه الطريقه اللي تخدموا. راكم تعرفوا هذاك التورنفيس كي نجو ندوروا تورنفيس، خدموا بهذيك الطريقه كانكم راكم تدوروا في التورنفيس. ما تخلطوش بزاف يعني هكا حتى ما يخسر لكمش البيض وما يحبط لكمش من بعد. مجرد انكم تحطوه في الفرن نخدموا غير بشويه. وتاكدوا لازم تتاكدوا لي واكدوا لي على هذه انكم تتاكدوا انه ما بقى لكمش الفرينه من تحت. لو كان تبقى لكم الفرينه من بعد مجرد تحطوه كي يطيب لكم تجيكم بزاف ثقيله. يروحوا لها برك بالعقل. ريحه ثاني تدي فيكم شويه تاع الوقت، ولكن عادي جدا. يعني كي يدينا الوقت بعد تنجح معنا الوصفه راه عادي. شوفوا هنا كيما راكم تشوفوا ما تخبطوش بزاف، ولكن نقول لكم حركوه في كل الاتجاهات. يعني مجرد انكم تديروا الفرينه تاعكم اللي يعني الدفعه الاولى روحوا لها بالعقل، من بعد ديروا عادي جدا حركوا حتى وين تتاكدوا. من بعد نجو نديروا سنيوه. نصيحتي لكم انكم كي تديروا سنيوه تاعكم لازم عليكم تكون سنيوه صغيره هكا. ما ديروش هذيك السنيوه اللي تجي تاع الفرن. هذيك السنيوه تاع الفرن رايحه تجي لكم رقيقه بزاف وما تشدش روحها وما يجيش الشكل نتاعها شباب، حتى كي ندوروها ما تجيش شابه. يعني عليها نقول لكم السنيوه تاعكم سيو تجيكم سنيوه سورتو الا جات هكا في الجهه طالعه. يعني غنعطي لكم جميع اسرارها. الا جاتكم هكا طالعه رايحه تطلع معكم جينواز وتجيكم شابه بزاف. من بعد نديروا عليها ورق الزبده اللي لازم مأكده 100% أن لازم تكون ورق الزبدة. ونديروا عليها
ورق الزبده من تحت نديروا عليها شويه تاع فرينه باش تشد روحها، عفوا شويه تاع مارغرين باش تشد روحها، ونعاودوا ثاني على ورق الزبده نزيدوا نديروا عليها الزبده ثاني باش نتاكدوا انها رايحه تنجح معنا 100%. فقط اللي راكم حابين الزبده راني درتها في القناه، زبده تاع الدار، روحوا راهي ناجحه ثاني مليار، وتنجموا ديروا بها الكيكات وديروا بها اي حاجه. شوفوا هنايا من بعد نجو نحطوها، كي نجو نحطوها هكا لازم نعلو شويه يدينا باش يخرج فيها كامل الريح اللي تكون فيها، باش من بعد تطلع لنا جيدا. ولا نجو نحطوه كامل كيما هكا. يعني راني عطيتكم جميع اسرارها، وخاصه يعني ما فيها لا زيت لا، يعني مقادير تاعها ساهلين تنجموا تتعلموهم بكل سهوله وتولوا تتعودوا عليها وتخلطوها يعني على ضربه واحده، ما تخلطوش البياض وحده والصفر وحده، يعني هذاك يتعب. واكيد رايحه نشارك معكم وحده اللي رانا رايحين نديروها البياض بياض وحده والصفر البياض ثاني وحده، ولكن هذه هي اسهل وانجح وحده. من بعد نجو نخدموها بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوني انا نخدم بها، يعني روحوا لها غير بالعقل، ما تضغطوش عليها بزاف باش ما تحبطلناش لا جينواز كي نحطوها في الفرن. من بعد نكونوا شاعلين مسبقا الفرن على 170 درجة من الفوق ومن التحت، نخلوه بالضبط 15 دقيقة، يعني ما تنحوش من قبل وما تحلوش الفرن نتاعها حتى توصل 15 إلى 16 دقيقة. نجو نسقموها كامل كيما هكا، من بعد نجو نحركوها كيما هكا ونخبطوها. هنايا فيما يخص يعني التخباط خبطوها مرتين برك، ما تضربوش كتر سينو تاني ما راحش تطلع معاكم. وهنايا من بعد ما خرجناها من الفرن شوفوا يعني كيفاش جات طالعه وناجحه، راكم رايحين تفرحوا بها وتبعوا برك كيما قلت لكم من البدايه للنهايه. تأكدوا أنا رايح تنجح معكم. أنا هاد نفس الوصفة أعطيتها لوحدة دير الحلويات أصلا، صدقوني ولات تستعمل غير هاد الوصفة، يعني ولات استغنت على الوصفة تاعها هي. شوفوا كيفاش تجيني طالعة. علاه قلت لكم ديروا سنيوة اللي تكون سنيوة طالعة، ويكون تاني الحواف هذوك من الجهة يكون طالع شوية، كل ما يجي طالع كل ما تجي هي ثاني طالعة، ما درنا فيها لا خميرة لا والو. هو السر نتاعها كي نطلعوا البيض جيدا تجينا يعني كيما لاموس، هو اللي يخليها كأن فيها الخميرة. من بعد نخلوها تبرد شويه برك، نخلوها هكاك حوالي 5 دقائق، ما نخلوهاش تاني تبرد بزاف سينو ريحه يعني تتكسر لنا، وما نحلوهاش وما نحواش تاني الورق مباشره لان ممكن تاني تلصق معنا. نتوما تبعوا برك، شوفوا الفيديو وشوفوا يعني مباشره ديروا كيما درت، يعني ديروا ورق الزبده على ورق الزبده وقلبوها. من بعد في هذه المرحله تجيو هكا ديروا عليها سكر كلاص، يعني باش يعطي لها الذوق، بعد ثاني باش ما تلصق لناش. فوالا ديروا لها كامل هكا يعني باش تاني تجينا من بعد حلوه. وكي نوليوها كيما هكا كي نجي بعد نحلوها تتحل معنا بكل سهوله. هنايا دوك بعد ما بردت لنا شويه، يعني نقولوا بردت لنا 70%، نجو نرولوها كيما هكا، يعني كيما راني ندير انا، ونحطوها من الجهه. فوالا حبيتو تحطوها في الثلاجه حطوها في الثلاجه باش تشد روحها ثاني. من بعد انا هنايا لا كريم ما حبيتش نشاركها معكم، قلت ممكن يعني رايحه نطول عليكم بزاف. انا يعني لا كريم هذه اللي نديرها هي كريم تجي كيما الديسير، يعني كيما التحليه، انا تعجبني وتعجب العائله تاعي. هنا برك نصيحه اللي نعطيها لكم، كي تجو ترولوها ولا كي تجو ديروا لابيش تاعكم، وكل واحد حر يدير فيها واش راه حاب، برك سيو سقوها بالشربات ولا بالجو ولا بالحليب، يعني سقوا رشوا كامل على قبل ما تحطوا عليها لا كريم، رشوها قبل باش من بعد تجيكم شابه وتجيكم واقفه وتجيكم بنينه. انا بعد ما حطيت لا كريم تاعي زيدوا حطوها في الكونجيلاتور تشد روحها باش تسهل عليكم الخدمه. هذه تاع الكونجيلاتور خاصه للمبتدئات هي اللي تخلي الرولو تاعكم يجي شباب، يعني كي ترولوه كي تحطوا لا كريم في الوسط هذاك حطوه بلعوها كامل، حطوها في الكونجيلاتور تقعد لكم شويه، عاودوا ارواحوا طالوها كامل هكا بلا كريم اللي راح ديروها كيما تنجموا ديروا غير لا شونتيي، سيو زينوها كيما هكا يعني بالفرشيطه ولا حاجه
كيما هكا. دوكا ثاني نعاود نحطها في الكونجيلاتور. واللي تقول لي يعني ما عنديش بلاصه في الكونجيلاتور، الا كان عندك قجر نحي كامل القجر هذاك وحطيه هكا البلا، ولا حطيه مباشره فوق طبسي، تخليها ثاني حوالي هكاك نص ساعه، تعاودي تنحيها تسيي تزينيها كيما هكا. وانت هنايا حره تنجمي تزينيها كيما راكي حابه، كيما تنجمي تزينيها بالشوكولا. الا راكم حابين نزيد نشارك معكم وصفات اخرى من هذه يعني النوعيه، ما عليكم غير تطلبوها مني فوق راسي وعينيا. ما تنسونيش باللايك نتاعكم. وهنا ما عليا غير نقول لكم ان شاء الله يا ربي نتلاقاو في ساعه الخير. ربي يدوم هنانا وهناكم. استودعكم الله الذي احبكم فيه. سلام.